محسن ياجور يفتتح التسجيل الهدف الاول في هذه المواجهه، الهدف الاول في هذه المواجهه. اذا هدف مقابل لا شيء، هدف مقابل لا شيء لصالح فريق المغرب التطواني. اذا تتغير الامور بعد ركنيه اعطت التقدم عن طريق محسن ياجور. سنتابع الاعاده. الكره الثابته كانت هي الحل امام المغرب التطواني. شوفوا الاعاده، ما كانش هناك ابعاد وتغطيه بطريقه جيده على مستوى الدفاع، وبالتالي يتقدم فريق المغرب التطواني بهدف مقابل لا شيء. سيلا كيشد التسديده، هدف التعادل، هدف التعادل للمغرب الفاسي. هدف مقابل هدف، هدف مقابل هدف. الكرات الثابته كان عندها حلول، كان عندها كلمه يا ناس، وقلت ان الكرات الثابته غتقول الكلمه ديالها في هذه المواجهه، كما لو ان الفريقين كيجاوبوا على هذا التساؤل. هدف هنا وهدف هناك، هدف من ركنيه وهدف سيله من كره ارضيه مباغته غادره لم تكن في البال ولا في حسبان العاصمي. لاحظوا كانت ارضيه، من اصعب الكرات هي الكرات التي ترتطم بالارض، تصعب على الحراس لان السرعه ديالها كتزداد اكثر ومسارها كيتحول. نعم، هذه هي قواعد كره القدم في بعض الاحيان. الكرات الثابته كانت الحل في هذه الدقائق التي مرت لحد الان. وركنيه هنا كان فيها هدف. عبد المالكي كتقطع فرصه لفريق المغرب التطواني، عمليه الانطلاق، هناك فرصه. محسن ياجور، شوفوا الاعاده تمريره طاق بها بسرعه، راوغ الحارس الحواصلي وسدد كره برجل اليسرى. كره اعطت الهدف الثاني، هدفين مقابل هدف. الهدف رقم 11 للاعب محسن ياجور. ثاني الهدف. كرة بسرعة، كرة أمامية راسية من خضروف الحواصلي، خروج خاطئ للحارس الحواصلي استغله الخضروف. لاحظوا براسية سجل من خلالها الهدف الثاني. 3 أهداف مقابل هدف، 3 أهداف مقابل هدف أمام عدنان كوني وعدنان وجها لوجه، وعملية التثبيت في عدد من مباريات الجولة. والمغرب الفاسي يقلص النتيجة. 3 أهداف مقابل هدفين الآن، 3 أهداف مقابل هدفين. فريق المغرب الفاسي يقلص النتيجة والفارق هدف واحد هنا، وتصبح النتيجة 3 أهداف المغرب التطواني مقابل هدفين للمغرب الفاسي. يا لها من مقابلة، إثارة وتشويق ومتعة لحد الآن في هذا اللقاء، لقاء المغرب التطواني والمغرب الفاسي. لقاء